تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من 25 شخصا من بينهم امرأتين في قضية تخريب الاقتصاد الوطني وتبييض الأموال عن طريق المتاجرة غير الشرعية بالمعادن الثمينة وذلك بتواطؤ موظفين عموميين. هذه العملية جاءت بفضل الاستغلال الفعال لمعلومات وردت في هذا الشأن من خلال ضبط خطة عملياتية ممنهجة تحت إشراف النيابة المختصة والتي سخرت لها إمكانيات مادية وعالية وتقنية عالية المستوى تحت قيادة طاقم تحقيق مؤهل لمثل هذه القضايا المعقدة. هذه العملية سمحت ضبط واسترجاع محجوزات قدرت قيمتها الإجمالية بما يزيد عن 330 مليار سنتيم، تمثلت في أزيد من 135 كيلوغرام من الذهب وما يزيد عن 180 كيلوغرام من الفضة، كذلك 5 ملايير سنتيم من العملة الوطنية و32 ألف من عملة اليورو، وكذلك تجميد حسابات بنكية يقدر رصيدها بأزيد من 135 مليار سنتيم. وأفضت أيضا هذه التحريات المعمقة والمدعمة بإجراءات تمديد الاختصاص المشفوع بإذن التفتيش لمقر الشركة ومساكن المشتبه فيها. كذلك اكتشف المحققون الحجم الضخم للتعاملات والحركات المالية المسجلة في الحساب البنكي للمدبر الرئيسي لهذه العملية والتي فاقت 1100 مليار سنتيم. بعد كل هذا تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية ذي القطب المالي الاقتصادي المتخصص سيدي محمد في الجزائر العاصمة عن جناية القيام بأعمال تخريبية ماسة بالاقتصاد الوطني والتهريب على الدرجة من الخطورة، الإضراب بالاقتصاد الوطني، الغش الضريبي، تبييض الأموال، تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية وجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصادرها غير المشروعة في إطار إنشاء جماعات إجرامية منظمة عابرة للحدود.